مبروك لكل الزملكاويه. طبعا ده منظري وانا بتفرج على الماتش. انا مش همنتج، انا مش هعمل اي حاجه، بس مبروك للزمالك. الزمالك قدم مباراه للمتعه. الزمالك عمل مباراه جامده جدا بالرغم ان جوميز اخطا في الماتش. انت دلوقتي بتلعب بشلبي طول الماتش ما بيعملش اي حاجه، واديك شفت اول ما خرج مش لك حاول يحرك المياه الراكده، بس يعني مش مهم. انا يهمني دلوقتي ان خلاص مفيش سوبر افريقي. انا قبل كده كنت بقول ان السوبر الافريقي اقوى بكتير من دوري ابطال او نهائي دوري ابطال. ليه؟ لان ده بطل بيلاعب بطل. فدلوقتي احنا عرفنا مين بطل القاره ومين سيد القاره الافريقيه، واللي هيفتح بقه يجي. مين يا ابني اقوى فريق في افريقيا دلوقتي؟ مين؟ قول لي مين؟ صن داونز اللي بنقع 5. طيب انا هجيبهولك، اصبر بس اصبر. حد بقى ايه لسه القلم ما جاش على قفاه ولسه الوجع بسيط، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الاهلي بقى بطل افريقيا. فانا اقول له اديك خدت ايه في المسائل الحساسه. فبنشكر لعيبه نادي الزمالك، راجل فرد. ريحتونا من زيطه بنت لذينه هتقعد سنين. هم اخدوا دوري ابطال، احنا بقى ايه في القرن بناخد كل حاجه في السوبر الافريقي. فسلم لي على الاهلاويه، ولسه بقى ايه اصبروا بقى نعمل لكم فيديو رايق. بس دلوقتي قلنا ايه؟ مبروك يا زملكاويه، اديناهم في الحته الطريه. سلام عليكم.